بجد انتوا مش متخيلين انا سعيده ومبسوطه وفرحانه قد ايه بكميه الكومنتس اللي قريتها، ان الناس بتحبني وخايفه عليا ومش عايزاني اعرض الحاجات ونكتفي بانك تقولي لنا اسم المكان، الثقه اللي انت بتشتري منه. والله يا جماعه انا بجد انا ما كنتش متخيله ان في ناس بتحبني يعني بالشكل ده، فهو شكرا جدا اصلا بجد، يعني شكرا قوي قوي قوي. الناس فهمت من مجوهراتي ان انا هجيب الخزنه من جوه. ما تنسوش يا جماعه انا بشتغل بقالي 10 سنين في المجال ده، يعني لو محدش حوش واشترى يبقى بصراحه يعني سوري، يعني يبقى انا كده عبيطه يعني. فهم من حاجات كتير ومش هطول عليكم، فخلونا نتفرج واقول لكم كمان المكان اللي بجيب منه. خلينا نبدا بالمحبس بتاع الشبكه، وهقول لكم انا عملت فيه ابجريد يعني غيرته، وهقول لكم انا ليه بحب المحبس يبقى بتاع التوينز يبقى ساده كده. بصوا لبسته كده بقى محبس على الدبله، دايما كان لما بيجي لي عريس وعروسه بقعد اشرح لهم الحاجات دي، فانا لبسته كده بقى ساده على الدبله تمام. قلعت الدبله اصلا كده، لبسته لوحده بقى دبله دايموند. انا خارجه كده بدبله الماظ لوحدها او دبله الماس لوحدها، مش محتاجه حاجه جولد عليها. لو انا مش لابسه جولد خلاص انا لابسه كله وايت. الناس كانت بتسال كتير جدا على الدبل الرفيعه دي اللي هي الدبل الدايموند. لبست بقى التوينز كده عليه، لبست المونتير عليه، خلاص ما يعني الموضوع ما بقاش كبير. فده كان شكل الشبكه بتاعتي. نشوف بقى الخاتم بتاع عيد الجواز. طبعا الشبكه ساعتها انا كنت قاعده فاخترت اكبر حاجه، ولما راح جاب لوحده جاب حاجات رقيقه برده يعني. فده شكله، خليني اوريه لكم كده اهو. مش عارفه ليه مش باين، بس هي عباره عن ورده كده صغيره رقيقه يعني، ناعم قوي برضو. انا بجيب الحاجات دي من براند امادورا. انا بقلع لكم الكوليه اللي بالمناسبه هو من عنده برضو. بقلعه علشان البس لكم السلسله بقى اللي انا ايه جايباها، انا اللي جايباها عشان طبعا عشان جوزي هيتفرج على الفيديو ده، فمش كل حاجه تنسب له يعني. فانا جايباها وهوريها لكم، جبتها تليق على الخاتم اللي هو كان جايبه لي، فانا حاولت اعمل ايه زي ماتشنج كده بينهم. تاتا. طبعا يا جماعه تحويشه عمري في السلسله دي، فانا جبتها عشان تليق على الخاتم ده. مستنيه اصلا تقولوا لي رايكم، انا اصلا ذوقي حلو ولا اي كلام ولا احنا ايه؟ فقولوا لي ايه رايكم. دي برضو كانت من نفس البراند اللي بقول لكم عليه، يا رب تكون باينه كده. ادي كل الحاجات اللي انا قلت عليها مجوهرات فظيعه يعني. انا قلت بس هتطلع ساره مدام احلام. بصوا مش مهمله في الدايموند، هوريكم شايلاه ازاي، بس مهمله في الذهب. يعني الذهب بحطه على بعضه، الدايموند بحس ان انا محتاجه احتفظ بكل قطعه في مكانها عشان ما تاكسدش ما تطفيش ما يبقاش شكلها وحش. تعالوا نشوف. يا ريت انتوا كمان لما بتكونوا بتشيلوا الدايموند بالذات، برضو من ضمن الحاجات اللي انا كنت عايزه اقولها، ما يتشالش على بعضه. الاحجار يا جماعه بتجرح بعض، ما ينفعش يتحط يترمي، لازم فاهمين يتشال كده. يعني انا الخواتم دي انا شايلها كده. بصوا حتى لو السلسله الدايموند، حتى لو هرميها كده انا ارميها لوحدها. خلينا نشوف اخيرا بس ايه الذهب. انا يا رب بس ماما ما تكونش بتتفرج على الفيديو ده. الخاتم كنت جايبه لها في عيد الام، بس انا بلبسه منها يعني، هو بالاسم انا جايبه لها في كده، بس انا بلبسه منها. بس انا هو عشان كبير شويه فبلبسه في مناسبات معينه خفيفه. وبصراحه الفرايتي في المكان خطيره يعني. عنده الذهب الكبير والشبكات الكتيره التقيله الاطقم، وعنده برضو الدايموند الخفيف المريح اللطيف اللي زي الحاجات الرقيقه اللي انا قلتها لكم في الالماس دي. لابسه الكوليه ده الصبح اللي هو ده انا جايباه من قريب، جايباه من عنده برضو. عايزه اقول لكم الماركه دي او الشكل ده لما تشوفوه يا جماعه اسمه تيفاني، يعني ده شكل التيفاني. هو عنده كوليكشن كبير جدا بقى من الجورميتات والتيفاني والشبكات الدايموند كمان، في الرقيقه زي اللي انا جايباها، فيه كبيره يعني. في المكان فيه كل الاذواق بصراحه. انا ما بروح بقى يعني بختار وبحتار. ولو كنت جايبه الروز جولد اللي هي الكارتيه دي منه، جبتها منه. الجولد ما كانتش موجوده وقت ما انا بشتري. فده الانسيال انا جبت الطقم ده من قريب برضو، كان الدهب مش عالي قوي زي اليومين دول. بس كده هي كل الحاجات خلصت. بس انا اللي عايزه اقوله ان براند امادورا، او بالاخص خلوني اتكلم بصراحه معاكم احمد، لانه صديق شخصي ليا وعشره عمري يعني. طبعا يعني انا زي اي حد طبعا، لما كنتش بشتري من مكان شغلي اللي انا كنت بشتغل فيه 10 سنين، بنزل زي اي حد اشتري من محلات مجوهرات، بس ببقى واقفه متوتره. يعني انت بتعمل ايه في الاله بسرعه كده وبتحسب لي وايه، وطبعا الواحد لما بيبقى شغال في المهنه بيبقى يعني مركز اكتر. انا معاهم لا، ما بعملش ده. انا اصلا ما ببصش هم حاسبين لي الحاجه بكام، ولو حاسه ان انا في 5 جنيه زياده عايزه انزلها ده من نفسي بعمل ده وبضايقهم، ولو هم موجودين هيسمعوني انا لا بفاصل معاهم وبستنى لما بيبقوا عاملين خصومات، لان عندهم الكوليكشن كلها فظيعه بجد. لما بودي حد من قرايبي او من صحابي لازم يتصل يشكرني، سواء في الذهب او في الايطالي الذهب او في المصنعيات او في الدايموند. الناس اللي نازله بتشتري شبكات او بتسالني على شبكات، سواء حاجات خفيفه او تقيله، او التوينز ده كمان زي ما انتم شفتوه كده على بعضه لحد دلوقتي هو موجود هناك. فتقدر تقيله للمناسبات التقيله، وحاجات خفيفه انا دايما ببقى احب لابساها على طول، الحاجات اللي هي بتاعت كل يوم، والاثنين موجودين هناك يعني. انا معظم زي ما قلت لكم الحاجات بتاعتي من هناك. فصلوا يا جماعه، معلش لو انتوا بتسمعوني يا براند امودورا، فصلوا. اما كناش بقى نروح نجيب منهم خصم. يلا اشوفكم على خير.